هلو بنات، مساء الخير ومساء العافية على عيونكم. شلونكم؟ ان شاء الله زينين وبأحسن حال. اليوم راح نسوي روبة وياكم على مود تشوفون طريقتي بالروبة. اجانا الصيف ولازم روبة باردة. يلا اذا وصلتي لهنا شنو كالعادة تحطي لي لايك وتشتركين اذا انتي جديدة. اشتريت هذا الحليب نوعية كلش طيبة، المراعي، تعرفون مراعي الرافدين. فهسه راح اسوي روبة وياكم، بس شنو لازم تتابعون على الطريقة مالتي ولازم مقادير. هنا أنا عندي هذا تشيس، فراح استخدم تشيسين. فهسه راح افتحه وتجيبين كوب تقيسين بيه نفس المي والحليب. فهسه راح افتح لي تشيسين واشوف اني على قد القدرية هاي اللي عندي راح اسوي بيها. هنا انا فتحته بهذا الشكل واقيس بهذا الكوب، اظل اقيس بيه. تمام. هسه ندرس الكوب الاحمر، نشوف نحسب هذا واحد، هذا هسه واحد، وهسه راح ندير الثاني، هذا الثاني. هسه عندكم كوبين صار بالكيس الواحد، راح نرجع هذا الثالث وهذا الرابع. هسه لهنا تمام، صار عندنا 4 قلاصات حليب طوز باودر. ايش راح تحطون مي؟ ما دام 4 حليب باودر تحطون 8 مي، يعني كل قلاص واحد من الحليب الباودر 2 مي. تمام. فاني 3 4 احسبوا وياي، لان انا راح احط 8، وهذا 5 راح احطه، وهذا 6، وهذا 7، وهاي 8. واني قللت شوية من المي، ما راح تكثرين، شوية قليلة، مو ترسلي القلاص كلش، لين تعرفون دسومة بالموضوع لازم تكون يعني هيجي. هنا تخوطيه على البارد. هذا كل الحكي انتي ما حاطته على النار، تحطيه كله على البارد ويذوب كل الحليب ويموع. من بعدها شو تسوين؟ تحطيه على النار يفور بهذا الشكل، انتي واقفة يمه، لازم من يغلي ويفوح تطفيه رأسا. تعرفون احنا يغدرنا ويفوح ويطيح، اهم شي الرغوة هاي تصير على مود تتكون قشوة. هسه أنا هنا صار طفيته واعيفه يبرد. من يبرد بحيث تخليني اصبعك يعني ما ينشوي بس حار، ما ينشوي بس حار يعني. يلا تخثريها العفو. هسه من بعد ما دفت صارت دافية، ايش تشوفون هاي القشوة اللي طلعت. فراح اخذ حليب شوية اذوب بيه اي روبة تعجبكم. اني اخذ حامضة، مو كلش حامضة، هاي زينة الربيع، زهرة الربيع. حطيت تقريبا كاسة واوزعها بهذا الشكل على مود تتلابس عندي وبس. واقبقها واعيفها يوم كامل، دنيا الليل اقعد الصبح القاها كاملة. هنا أنا قعدت الصبح فراح أسوي ويا الروبة شنو. ففكرت راح أسوي 8 شبنت. هنا أنا عندي صديقة صديقتي العائلة، فعندهم شلون الحديقة كبيرة، فيزرعون خضرة وشبنت وسلق. فدزت لي هذا الشبنت يجنن بنات، ريان واخضر، وغسلته يموت بنات، كلش جابت لي هواية. فراح أسوي نصه ونص أطبقي أضمه وأسوي 8 شبنت. انتوا باعوا الطريقة وياكم شلون راح اسويها، وراح اسولف لكم على شغله كلش تفيدكم وما حد يدري بيها الصراحه. واني حبيت اول وحده اطلقها وما حد يدري. طبعا اكو شغل نزل جديد، لا دي اكس ان ولا هاي السوالف ولا تعي اشتري ولا جمع 60 بنيه. فهذا الشغل بنات ما حد يدري بيه. فاني طلقته بهاي قناتي، مو قناتي الاولى الكبيره. فاني هو المطلوب من عندك هذا شنو الشغل، استثمار، انه مثلا شنو. فاني شفت صديقاتي والله وحدين جروب ويعني شغل، قلت شنو هذا الشغل؟ فقالن هذا مو برنامج تنزلي، هذا عن طريق رابط طبي. قلت لهم شلون؟ فقالوا نور هذا شلون يعني برنامج تطبينه؟ تنقرين يوميا شلون اللعبة، يطوج هاي العجلة تفتر يطوج فلوس عليها. زين شلون؟ لازم خطوة واحدة مهمة هي تسويها وراها تنجحين. قالوا لازم تحطين بحسابك $100 اللي هي 165,000، ووراها تشتغل العجلة وفلوسك. زين تسجلين وعندنا وكيل وعندنا واحد يعني يدزن الفلوس. زين انا حابة اشتغل شلون؟ وقنعوني. انتن استلمتن؟ طبعا استلمنا، وكله صورة وصوت رووني بنات كلهن يوتيوبريات وما يحجن. قلت لهم ليش ما تحجن؟ قالوا احنا هذا الشغل ما نريده يعني ينتشر.
قلت لهم تمام. زين شلون؟ قالوا هذا الشغل سهل، يراد لكم بس 5 بنات، يعني انتي تنجحين بهذا الشغل يراد لك 5. زين اني اجيب بس 5 بنات، قلت لهم سهل اجيب 5 بنات، هي بس عائلتنا بيها 10. قالوا تحطين 100. زين هاي 100 راح يشتغلن يوميا، تدوسين اكو عجلة. انت مثلا اليوم مو سجلتي بهذا الشغل، سجلتي اول ما طبيتي راح يعطوك مكافأة $5. $5 ايش قد بالعراقي ما اعرف، يعني هواية لان سجلتي مكافأة. زين ثانيا يوميا بالثنتين وبالليل تدوسين اكو عجلة تفتر شلون الاستثمار والسوق، تدوسي يعطيك $3 $4 تجمعيهن. خلال شهر واحد راح ترجعين 100 اللي انت خدتيها. مثلا حسابك راح يصير ب200 خلال شهر، 100 اللي حطيتيها وهاي 100 اللي اشتغلتيها، هدايا استثمار هيك يومية، راح تاخذين 100 راح يرجع لك فلوسك وراح تبقى 100 تشتغل دائما. زين شلون اطور شغلي؟ لازم تجيبين 5 بنات يشتغلون نفس الشغل، انا اجيب 5. من جبت 5 وسجلوا راح يعطيك $50 مكافأة مع راتب ثابت، كل اسبوع ينزل لك 10. مثلا كل جمعة $10 هدية. ليش؟ لان انت صرتي نجمة، صعدتي ومن غير الاستثمار اللي يوميا تدوسيها هاي النقرة. يعني ما شاء الله دا اشوف يشتغلن، وقلتين صار ليش قد هذا الشغل؟ صار له 3 أشهر 4 هيجي، فهذا جديد يعني ما حد يدري بيه. فأنا حابة انتوا تستفادون اذا بنات تريدون تشتغلون، فليش ما اسوي لكم جروب وندخل. انا دخلت الصراحة وبنات داخلات وياي، وهاي تجاوب هسه اعلمكم عليها اذا دخلتوا. عندها جروب تقريبا ب50 بنية لحد الان، 50 بنية تشتغل جواها وما حد يدري بيه وما حد منطلق على هذا العمل. شركة اسمها انبت، وكيلنا بكربلاء، نحول له الفلوس وهو كل شهر يستلمون من عنده، من ينزل بحسابك برنامج وحساب وكي كارد كله. بس اللي عليك 165 ألف تشغليها، هي شهر كامل بشطارتك تطلعيها. إذا أنت شاطرة جبتي 5 بنات بس، إذا جبتي أكثر تقدرين تذبين على الوراج لأن هن هم يفيدنك. وكل ما يصيرون فريقك أكثر، مثلا واحدة من بناتك ال5 صارت هم نجمة، هم جابت 5 بنات وصارت نجمة، صعدتي نجمتين، راح يعطوش راتب بالشهر 100. وإذا صعدوا دولة جواتك ال5 كل واحدة صارت نجمة، كل واحدة جابت 5، بعد هم قاموا يشتغلون واحد يفيد نفسه، يعني مو مثل DXN. فأنتي راح يصير راتبك 200 من غير المكافآت ومن غير الاستثمار اللي تدوسيه يومية. هاي الاستثمار يومية يعطوك أكثر، يمكن مرات 7 مرات 8 5 حسب السوق. فكلش عجبني هذا الشغل، يعني سهل. أنا صح أشرح لكم بس هو سهل. راح أحط لكم الرابط أول تعليق وأطببكم بالجروب. ليش ما أشرح لكم بعد أكثر اللي ما فاهم الشغل وتدخلين بيه؟ شنو رأيك؟ فأنا دخلت بيه وشفته واستلمنا والحمد لله. يا الله هسه أعلنت عليه. ليش قلت ما البنات يستفادون؟ بس عائلتي أحطها. فأني ما طلقتها بقناتي الأولى الصراحة، فطلقته هنا لأن أنا ما أريد بنات هواي. هذا الشغل يراد له بنات قليل، بس 5 وبس رأس مال هذا المال. وشوفوا هنا بنات الروبة من بعد ما ثاني يوم تجنن صارت. هسه بنات حطيكم رابط أول تعليق، ادخلوا عود وتلقوني أني. طبعا الرابط هذا مالتي، الجروب مالتي، فبي مدربات وبي من كل الدول وبي وكيلة وبي وكلاء وكله بنات. واشتغلي إذا عندك هذا المبلغ تعالي شغلي ويرجع لك بشهر واحد، يبقى بس ربحش تشتغلين بيه كل شهر. يعني شلون استثمار إنه أنت عندك فلوس قاعد تشغليهن. هذا مو تداول. التداول يصير من ذهب، يصير من الملايين. هذا لا، إحنا نعطي بس 100 على قد إمكانياتنا. أكو بنات يدفعون أكثر بس هاي راجع لهم. فأنا دفعت هالقد والحمد لله مشينا كل البنات وكلهن دا يشتغلن. ولهنا ينتهي الفيديو. نقول باي.